بيحكي وبيقول من فترة حد من الجيران عارف إني بدور على عروسة، استغل حديث دار ما بينا وبصنعة لطافة كده رشح ليا أخت مراته. ابتسمت وقتها وقلت له والله يشرفني بس هفكر أرد عليك. قال لي براحتك، أنا قبل أي كلام لازم تعرف إن هي زي ما هي أختي أنت كمان أخويا. أنا لو مش واثق من كل قلبي إنها هترفع من راسي قدامك لو ربنا قدر يعني وبقت مراتك والله ما كنت كلمتك عليها. طبطبت على كتفه كده وقلت له أنا عارف اللي عندك والله، وبعدين ده سيرة مراتك الطيبة خير دليل على إن أختها أكيد متربية من نفس البيت الطيب ده. ولكن الحكايه وما فيها ان اخوك لما بيبقى حيران بيحب يرجع لربنا الاول ويستخيره قبل اي خطوه مهما كانت بسيطه، فما بالك بقى بخطوه بقدر الزواج. ضحك وقال لي خد وقتك يا حبيبي، وانا استخرت ربنا وما حسيتش براحه اعتبر كانك ما سمعتش مني اي حاجه، اتعامل معايا عادي، احنا في الاول وفي الاخر اخوات ومصلحتك ومصلحتي واحد. قلت له عيب عليك، انا اصلا من عشرتي الطيبه معاك اللي جمعتني بيك عرفت ليه سيدنا النبي وصى على 7 جار، وكلامنا وقف على كده. ورحت استخرت ربنا كام يوم لمده اسبوع تقريبا ولقيتني فعلا مرتاح، فقلت خلاص هتوكل على الله واتقدم له. وحصل. وبصراحه من ناحيه اهلها كانوا ناس في قمه الرحابه والالفه، ومن الناحيه التانيه هي كمان الحديث معاها كان طيب جدا ولقيتني ارتحت فعلا جدا، ولذلك بفضل ربنا اتممنا الموضوع على خير. بس للاسف بعد ما اتمينا الخطوبه باسبوع واحد بالظبط عرفت انها خريجه دبلوم. قررت افشكل معاها رغم كل الصفات الطيبه اللي كنت شايفها فيها، عشان كنت مقرر مع نفسي ومن زمان قوي اني اختار ام لاولادي مش مجرد زوجه والسلام. ما قدرتش افشكل ايامها على طول، ما هنش عليا اكسر فرحتها اول اسبوع في الخطوبه، ولذلك قررت اصبر على خطوه الانفصال دي شهر على الاقل. ولاني ما بعرفش انافق في خلال الشهر ده ما شفتهاش غير مره او مرتين بس، ما كنتش بكلمها غير فين وفين. امي لاحظت وسالتني هو انت ما بتروحش لخطيبتك ليه؟ فقلت لها ماما انا اكتشفت انها دبلوم تجاره. ضحكت وقالت لي وده مرض معدي يا حبيبي ولا ايه مش فاهم؟ قلت لها ماما انا ما بهزرش، انا امنيتي اني اتجوز واحده متعلمه عشان خاطر ولادي. قالت لي هي وجهه نظر تحترم، لكن لما قرروا يعملوا وزاره العلم سموها وزاره التربيه والتعليم، وخطيبتك بسم الله ما شاء الله عليها تحسها شاربه الاحترام والادب مش متربيه عليهم وبس، وهي ما شاء الله عليها ملتزمه بفروضها على اكمل وجه وحجابها وحتى الحفاظ على سيرتها وسيره اهلها الطيبه بين الناس ما شاء الله. فقلت لها امي ما تحيرنيش، انت شايفه ايه؟ انا اصلا محتار. قالت لي شايفاها انسب ست في الدنيا ليك، ملامحها حلوه واسلوبها لطيف واخلاقها طيبه، واعتقد ان ده اللي هينفع الولاد حتى قبل ما ينفعك في المستقبل. قلت لها خلاص تمام. استخرت ربنا لمده اسبوع تاني ولقيتني فعلا اتشدت ليها واكتر من الاول، فقررت اكمل. كانت اعظم رزق من ربنا حصلت عليه في حياتي، ست مبتسمه طول الوقت، هاديه باستمرار، مطيعه في كل الامور التي لا تغضب الله، ما بتختلفش معايا كتير، وان اختلفت بنعرف نلاقي حل في الاخر. وحصل موقف كبرها في عيني قوي وصغرني في عين نفسي بعد جوازنا، وما شاء الله ربنا ادانا يوسف وكان داخل المدرسه. قلت لها يوسف هيدخل الازهر، عرضتني وقالت لي مش هينفع. فقلت لها ليه طيب؟ قالت لي انا مش حافظه القران وانت مش هتقدر تتابع معاه، بس لو مصمم تدخله ازهر بجد احجز لي في دار تحفيظ قران من دلوقتي. قلت لها تمام.